السلام عليكم. اليوم مع الأيادي الحلوة جبت لكم طريقة تحضير العصبان، مشهورة في البلاد تاعنا، كل واحد وطريقته. أنا هذه الطريقة الخاصة بيا، نتمنى لكم تجربوها وتعجبكم. نبداو على بركة الله في المقادير تاعنا. نبداو على بركة الله. أول حاجة عندنا الدوارة تاعنا كما راكم تشوفوا، هذو المصارن. أنا المصارن غليتهم وقطعتهم باش تجي سهلة القطع تاعها. الكرشة ما غليتهاش، باه تقعد تعطينا الذوق تاعها. وعندي الكرشه اللي ندير فيها، وعندي هذا المجبنه اللي نحشي فيها الواحد تاعنا. عندي راس بصله رابي، 3 حبات سناريه مقطعين كاريات، فلفل حار مقطع مربعات، شويه حمص، حبه طماطم مربيه ثاني، ملح وفلفل اسود، وهذه البرا والخيط تاعنا. نبداو في طريقه التحضير. نجيبو كيفات تاعنا ولا صحن اللي بغيتي، نحطو الدواره تاعنا، المصارن والاحشاء تاع الكبش تاعنا، والواحد كيفاه يسميه. نضيفو دركا لي زانغريديون تاعنا. نضيف البصل، بصل مربيه، نضيف الحبه تاع الطماطم مربيه ثاني. هذه طريقتي، نتمنى انها تعجبكم. عندي جزر مكعبات وفلفل حار مكعبات ايضا، وعندي الحمص يكون طايب. سهله، منكم تجربوها. خلطوا كلش مع بعضاه، راكم تشوفوا هكا. تقدروا تعوضوا الفلفل الحار بالهريسه، حروا اللي عندكم. دوك بعد ما خليطنا المكونات تاعنا مليح، نضيفوا دوك الملح والفلفل الاسود، حسب عينك ميزانك. ملح الاسود تجي بنينه ما شاء الله ما شاء الله. خلطوا مليح، دخلوا الملح تاعنا وتكون واجده. نبداو نحشيوها في الكرشه تاعنا. بعد ما خلطت الحاي تاعي المصار هادو مع المكونات تاعنا، نبداو نحشيو الكرشه تاعي. انا خيطها منا، حاولي انك تخيطيها، ديريها كيما هذا الشكل، وتبداي تخلطي وتحشي بها الواحد تاعك هكا كما راكم تشوفوا. تخلصي كل الكميه تاعك هكا. بعد ما حشيت الكرشه تاعنا، شوفوا كما راكم تشوفوا، تخيطوها الفم تاعها، خيطوها طافي. كل واحد كيفاه يخيط الطريقه تاعو تاع الخياط. انا عندي طريقتي، ديرها هكا، خيط هكا ما تحليش. شوفوا كيفاه كما راكم تشوفوا هكا. ندور الخيط على الابره حتى نخلص كل الفتحه تاعي. شوفوا شكلها النهائي بعد ما خيطتها. هاهي دركا نوليو الوحده تاعنا اللي مازالت الثانيه، نعمروها نفس الشيء ونخيطوها نفس الشكل. نوليو هذه المجبنه تاعنا، احنا نقولوا لها مجبنه، كل وحده كيف يسميها. نزيد نحشيها نفس الشيء كيما الكرشه تاعنا كما راكم تشوفوا هكا. راكم تشوفوا هكا، راني خلصتها عمرتها. دوك نخيطها نفس الطريقه. كل واحد عنده طريقته في الخياط. انا هذه هي طريقتي هكا. ندير البرا هكا ونرجع الخيط تاع البرا باه تقفلي الفتحات تاعها ما يخرجوليش هذوك المصارن كما راكم تشوفوا هكا. وندور البرا هكا ونجبد حتى نخلص كل. ها من بعد ما خلصوا هذه المجبنه، شوفوا كيفاه درت زوج. وهذه تاع الكرشه، شوفوا كيف خيطتها. نجيب الساشي تاع المجبنه تاعي لي كلاصون ونخبيهم في الساشي تاعي. كي نبغي نستعملهم نخرجهم
انا وحده حندير بها الكسكس وواحده ندير بها الشخشوغه، يعني وصفات ما شاء الله منهم، من انها يعني تستعملوهم، جربوهم. الطريقه تاعي يعني في التحضير هذه هي. دعموني البنات، ابوني، ما تنساوش تزابوني، اللي مش مشترك يشترك، ما ديروليش تعليقات، ديرولي في التعليقات تاعكم. يعني كما راكم تشوفوا هكا. دوكا نخبيها، نخرجها لها هكا في المجمد. كي نبغي نستعملها نجبدها. ما تنساوش ابوني وجيم، والى اللقاء.